حاجه لله الله يبارك لك. ربنا يوسع رزقك يا حبيبي. حاجه لله ما تكسفنيش. ربنا يصلحك الحال. تعرف ان انا بقالي 5 سنين بعدي عليك من هنا، عمرك ما اديتني حاجه لله. وديك ليه وانا عارف اللي فيه على قلبك قد كده. بعدين بقالك 5 سنين بتشحت ولسه ما شبعتش ايه؟ او انت مفكر ان انا بطلع اشحت عشان محتاج؟ لا، عشان تخلي الناس تاخد ثواب. مش بالظبط كده. امال ايه؟ اصل اللي انت ما تعرفوش الناس هي اللي عايزانا. لا يا شيخ. برضه مش مصدق. انا اقول فاكر لما ربنا كرمك ورحت جبت اول عربيه زيرو من الصاله وانت ماشي تحسس بيها على الارض بالراحه كده، مش قابلتك ست غلبانه زي حالاتي كده قالت لك ربنا يكفيك شرها وتعمل خيرها؟ ساعتها بقى انت عملت ايه بقى من فرحتك؟ فعلا بني مها رضيتها مرضيه جامده قوي. خد دي كمان. مش لما ربنا كرمك باول مولود ليك في حياتك وشايله في حضنك كده وفرحان بيه، مش ساعتها قابلك راجل عجوز على باب المستشفى وقال لك ربنا يبارك لك فيه وتشوفه زي ما انت معاوز؟ ساعتها بقى عملت ايه بقى من فرحتك؟ بني مها والله جدته يجي 1000 جنيه والله من فرحتي ساعتها. عشان تعرف بس ان انا مش جاي اشحت بمزاجي. عامة برضه مش مديلك، ريح نفسك. عامة براحتك، يجيلك وقت تاني كده تكون فرحان فيه. الو، النتيجة طلعت؟ ها وجاب كام؟ 94%؟ يا فرج الله، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. ها نقول مبروك؟ والله نقول مبروك، والله ما خساره فيك الحلاوة. امسك يا جدع انت. 200 جنيه دي عشانك. ما كانش مصدقني.